والتشكيل كان فيه اكتر من مشكله. اول مشكله ان انت بتلعب من غير مهاجم، يعني تخيل فرقه بتلعب من غير مهاجم، مفيش عمق هجومي، مفيش مهاجم اللعيبه تسند معاه وتبني معاه الهجمه، فده عمل مشكله كبيره لهجوم النادي الاهلي. المشكله الثانيه ان كان في اكتر من لاعب بيلعب في غير مركزه، يعني هنلاقي الوافد الجديد مصطفى العش اللي هو اساسا مساك بيلعب النهارده باك شمال، هنلاقي الباك شمال بقى اللي المفروض ده مكانه اللي هو كريم الدبيس بيلعب جناح يمين، هنلاقي امام عاشور اللي المفروض وسط ملعب ولما بتوظفه الماتشات اللي فاتت بتوظفه كجناح وقلنا ده مركز جديد عليه، بيلعب النهارده واخد دور المهاجم. كمان المشكله الثالثه اللي كانت في تشكيل الاهلي النهارده انه ثلاثي خط الوسط هم اكرم توفيق ومروان عطيه وكريم ندفد، الثلاثه ادوارهم متشابهه، يعني الثلاثه ادوارهم دفاعيه اكتر، مفيش منهم لاعب كرييتيف او لاعب خلاق او مبتكر يقدر ان هو ببساطه يوصل الفرقه ويساعد في الجانب الهجومي